ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو البنت التي تقول ابو بداح للصحفي. طبعا قلب السوشيال ميديا وقالوا ان البنت ديت عندها مشاكل صحية وعقلية، ربنا يشفيها يا رب. ولازم الفيديو ده يتمسح عشان احتراما لمشاعرها وانها بتعاني من امراض عقلية وصحية. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس امرا. وتبين لاحقا انها تعاني من بعض المشاكل الصحية والعقلية، مما دفع الكثيرين بالمطالبة بحذف الفيديو حفاظا على مشاعر هذه الفتاة السعودية كونها يتيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هي البنت التي تقول أبو بداح؟ إن البنت التي تقول أبو بداح مجهولة الهوية، وليس هناك أي معلومات تشير إلى اسمها أو من أي مدينة في المملكة العربية السعودية، ولكن تشير المعلومات إلى أنها يتيمة ولديها بعض المشاكل العقلية والصحية، مما دفع الكثيرين إلى المطالبة بمسح الفيديو. المطالبة بحذف فيديو البنت التي تقول أبو بداح. طالب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف فيديو الفتاة التي تقول أبو بداح في العيد الوطني السعودي، وذلك للحفاظ على مشاعر الفتاة واحتراما لها، ولا سيما أنها تبين أن الفتاة يتيمة وتعاني من مشاكل عقلية وصحية بعد وفاة والدها، مما دفع الكثير من المغردين بالتعليق على الفيديو بغضب، مطالبين بحذف الفيديو على الفور وطالبين السعي لسترة المسلمين. والكثير من المغردين ردوا على نشر فيديو الفتاة التي تقول أبو بداح، وكان من ضمن التعليقات ما يلي: المقطع المنتشر لأبو بداح ليس مدعاة للسخرية والضحك، إن لم تكن تعاني من مرض وابتلاء معين فإنها طفلة ولها أهل لا يرضون انتشار المقطع بهذه الصورة، والمؤمن يحمد الله على العافية، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه، اتقوا الله فيها وفي أنفسكم. طبعا التعليق ده قال يعني فيما معناه انه الناس تتقي الله، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه، واتقوا الله فيها وفي أنفسكم. كما علق مغرد آخر بالعبارات التالية: مقطع البنت المنتشر أبو بداح أكيد عندها مشكلة صحية، عتبي على المراسل ما قطع المداخلة وعلى اللي ينشرون المقطع للضحك والسخرية، وأنها تقطقت ابتلاءات الناس، ما هي محتوى لتنشيط حساباتكم، لا يجي يوم ربي يبلاكم تكون انت وياها مضحكة للناس، احترموا. يعني بيقولوا وتكون انت وياه مضحكة للناس، احترموا على الأقل مشاعر والديها. طبعا كمان من الأسئلة الشائعة هو مين قال ومتى انتشر فيديو الفتاة التي تقول أنها أبو بداح. يعني هي بتقول أنا اسمي أبو بداح. انتشر فيديو الفتاة التي تقول إنها أبو بداح في 23 من سبتمبر 2023. ما هو عمر الفتاة السعودية؟ دي من الأسئلة الشائعة اللي الناس بتسألها، التي قالت أنها أبو بداح في المقابلة التلفزيونية. عمر الفتاة السعودية التي قالت أنها أبو بداح في المقابلة التلفزيونية غير معروفة، ليس هناك أي معلومات حول تاريخ ميلادها. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.